معقول اللي عيني شايفاه؟ مين البنت دي اللي شغالة في أرضي؟ وإزاي هي شبه بنتي اللي ضاعت من سنين قوي كده؟ وإيه سرها وإيه جابها هنا؟ راجل مليونير اتجمد قلبه في مكانه أول لما شاف عاملة في الأرض الزراعية اللي عنده، لأن كان في شبه كبير قوي بينها وبين بنته اللي فقدها من 20 سنة. مش هتتخيلوا ايه اللي حصل وايه اللي اكتشفوا بعد كده، لأن الصدمة الكبيرة كانت في اللي اكتشفوا بعد كده. كملوا معايا الحكاية للنهاية، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. كان في يوم الراجل المليونير ده صاحب الأطيان وصاحب الأراضي وصاحب الأملاك كان بيلف في أرض من أراضيه الزراعية الكبيرة، وهو بيلف كان في العمال اللي بيشتغلوا في الأرض الزراعية واللي بيلموا المحصول، كان من ضمنهم بنت عاملة كانت بتلم في المحصول. ولكن أول لما عينه جت عليها زي ما يكون كده في حاجة خطفت قلبه، حاجة خلته يقرب منها كده ويروح يتكلم معاها بدون أي أسباب. راح سألها انت مين وبتشتغلي فين وبقالك قد ايه هنا ومين أهلك، ولسه بيتكلم جه رئيس العمال وجاي بيزعق لها وبيقول للراجل بلاش تتكلم مع دي بالذات، دي ما بقالهاش أسبوعين وعامله لنا مشاكل قد كده. طبعا أنا ما استحملتش طريقته معاها، قلت له ليه بتقول كده؟ البنت بتتكلم بكل أدب وسيبني أنا بسمع لها. لكن هنا الراجل ضحك وهو بيسخر كده زي ما يكون ساخر منه، قال له يا باشا الناس دي ولا ليهم اصل ولا فصل ولا ورق ولا اي حاجة عشان تعرف عنهم اي حاجة، دول بيضحكوا عليك كده باي كلمتين عشان يستدرجوا شفقتك عليهم. استوقفتني كلمة من غير اوراق او ملهمش اوراق، وهنا سألتها وجددت سؤالي تاني ولسه الراجل هيقاطعني بنفس الطريقة. يا باشا قلت له انت مفصول اطلع بره، وما حسيتش بنفسي مش متقبل منه اي كلمة ليها او ضدها، ليه معرفش. وهنا قلت لها هو انت ساكنة فين ومين اهلك؟ قالت لي انا عايشة مع جدتي. قلت لها طب وفين امك وابوكي؟ قالت انا ماليش ام ولا اب، ماتوا من زمان. وهنا ما بقتش عارف عايشة مع حد وجدتها وامها وابوها ماتوا. قلت يمكن برضو في ربنا بعت لي امل ولا حاجة، لان نفس العينين بتاعت عينين امها الله يرحمها، نفس النظرات نفس الطريقة. لكن بنتي كان عندها علامة مميزة جدا، كانت تحت رقبتها كان فيه 3 شمات واخدين شكل خط مستقيم بالتتابع ورا بعض، وكانت ساعتها امها بتقول ان هي عندها علامة من السماء وكانت هي بتسميها كده. حكيت للبنت دي وبقول لها تعرفي ان انا كان عندي بنت شبهك قوي كده، بس بنتي ضاعت مني من 23 سنة. وطبعا هنا كانت مستغربة انا بقول لها الكلام ده ليه، لكن قلت لها انا بنتي كانت عاملة زي كده بالظبط، نفس الشكل ونفس العينين، نفس عين امها الله يرحمها. لكن معرفش ليه انا لمست كل ده فيكي اول لما شفتك. البنت كانت مستغربة وخايفة ما بين ان ده واحد بيعاكس وعامل فيلم ولا واحد ايه بالظبط، ايه نظامه ولا عايز مني ايه، اكمنه راجل غني بقى وانا غلبانة وكده. لكن قال لها ما تخافيش مني، انا بقول لك علشان خاطر عايزه اتاكد من حاجه. انا بنتي كان عندها في رقبتها علامه او شامه كانت واخده شكل خط مستقيم 3 شمات جنب بعض، كانت مامتها بتقول عليها انها علامه من السماء. لقيت البنت كده نظرها سرح فجاه وقالت لي انا جدتي بتقول لي نفس الاسم ده كده على الشمات اللي عندي، انا كان عندي شمات كده برضو في رقبتي. والبنت فجأة بتتكلم هي حطت ايدها على رقبتها كده من غير ما تحس، والراجل طلب منها بكل احترام ممكن اشوف العلامة دي؟ البنت فعلا نزلت اللي كانت لابساه كده اهو وبتوري له العلامة. الراجل كان هيتشل من الصدمة، رجله ما كانتش شايلاه اول لما شاف 3 علامات بني. قال لها انا لازم اشوف جدتك دلوقتي حالا. قالت له انا جدتي مريضة وطريحة الفراش ما بتقومش خالص. قال لها انا هاجي معاكي، وديني معاكي ووصليني لحد البيت. وراح وخد السواق معاه والعربية. وهنا دخلوا مكان ضيق قوي كده او مكان ينم عن الفقر، ودخل لقى بيت صغير جدا هو عبارة عن أوضة، ولكن لقى السرير اللي عليه جدتها كانت نايمة عليه ست عجوزة جدا، جسمها هزيل ملفوفة بكام حاجة كده مغطية نفسها بيهم، وهي مش باينة من وسط الفرش ده. ما كانش فيه غير صوت سعال او صوت كحة، وكانت كحة متغرقة
بالدم. دخل عليهم ولسه بيرمي السلام، الست أول لما بصت له زي ما يكون نظرة رعب ظهرت في عينيها، وإنها زي ما يكون شافت حاجة تحمل كل الحقائق وكل الأسرار اللي كانت شايلاها السنين دي كلها. وهنا الراجل بيقول لها هو انت تعرفيني؟ فقالت له لا، بس عمر السر ده ما كان هيستخبى، وكنت متوقعاه في يوم من الأيام. وكأن الست بتقرا اللي داير جوه دماغي من غير ما اقول لها انا مين ولا جاي ليه. ولقيتها نظرة عينيها اتحولت لنظرة ندم، كأنها بتعتذر لي بيهم، وقالت لي على فكرة أنا ما خطفتهاش. من غير ما أقول لها أي حاجة قلت لها ما خطفتش مين؟ هو أنت عارفة أنا جاي ليه؟ قالت له أيوة أنا عارفة إن أنت جاي علشان خاطر ليلى. قال لها أيوة بس أنا بنتي كان اسمها منى، أنا بنتي منى فقدتها وكان عمرها 3 سنين. قوليلي بالله عليكي انت هي دي تبقى حفيدتك فعلا، ولا انت عملتي ايه، ولا ربيتيها ولا خطفتيها ولا ايه؟ قالت له انا والله ما خطفتها، انا انقذتها، انا لقيتها ومحدش سائل فيها ولا حد كان لقاها، كانت قاعدة بقالها كام يوم بتاكل من الزبالة، كانت كل شوية تعيط وشوية تسكت وكأنها تعبت من كتر العياط. أنا خفت عليها والله، خفت لحسن حد ياخدها يستغلها ولا تقع في إيد حد ابن حرام. أنا خدتها معايا للبيت، وأنا كان جوزي كان بيشتغل في الاسم الصغير اللي على أول الجهة كده. وساعتها أنا لما حكيت له الحكاية وبعد كده قلت له إن إحنا نسلمها، قال لي هناك محدش هيصدق ان انت لقيتيها، هيتهموكي على طول ان انت خطفتيها، لان في الزمن ده الطيب ما بيتصدقش وعمل الخير ما بيتصدقش، هيقولوا ان انت خطفتيها وممكن يتهموكي فيها. فضلت معايا ولغاية لما اتعودت عليها وبقت بالنسبة لي بنتي، لان انا اصلا ما كنتش بخلف، وسبحان الله قلت يمكن ربنا بعتها لي عشان انا انجدها من اللي ظلموها ولا من اللي رموها ولا من اللي اهملوها. وهنا الكلمة وجعت قلبي، وان هنا تذكرت وافتكرت لحظة ضياعها مني وقت وانا كنت واقف في الشباك بتكلم في التليفون ومش شايل هم ان بنتي بتلعب في الجنينة هنا قدامي، لكن كل تركيزي كان في التليفون وفي الصفقات اللي بعملها. وهنا أدركت خطئي وشعرت بالذنب الكبير. وهنا البنت نطقت وقالت لها انت تقصدي ايه؟ يعني تقصدي ان ده يبقى ابويا؟ يعني انت كل السنين دي كنت بتضحكي عليا؟ قالت لها والله يا بنتي انا ما كنتش عايزة اعيشك في عالم انت مش عارفة عنه حاجة، ولا اخليكي تحلمي بامل ممكن ما تطوليش منه حاجة لحد لما تيجي حاجة من ربنا، وهو ربنا بعته في الوقت المناسب. وبدأت الكحة والسعال يزيد عليها والدم يكتر. الراجل هنا قال لها احنا مش لازم نسكت على الحالة دي، لازم انقلك المستشفى حالا. الست قالت له انا ولا عندي مال ولا عندي حد مستنيني في المستشفى. قال لها انا هتكفل بكل شيء. هنا بصت له بصة رفض. الرفض هنا ما كانش مجرد عناد، ولكن كان رفضها لوحدة تشعر بالكرامة. قال لها انا مش بتصدق عليكي، ده واجب عليا، انت اللي لقيتي بنتي وانت اللي حميتيها وانت اللي ربيتيها وانت اللي علمتيها كل حاجة انا ما كنتش موجود فيها، فده حقك واقل حق تستحقيه. سكتت هنا والدموع مالية عينها، وفعلا طلب الاسعاف والاسعاف جت فورا وشالتها وراحوا على المستشفى. وهنا الدكتور لما كشف عليها لقى ان هي عندها سرطان في الرئة وفي المرحلة الأخيرة، يعني اللي هو يدوبك هتعيش أسبوع 2 3 شهر بالكتير قوي لو كان الحظ رحيم بيها. وهنا بدأت تعيط ليلى وبدأت تحس ان هي خلاص هتفقدها، وان ربنا زي ما يكون بعت لها الراجل ده في الوقت ده. هنا في اللحظة دي قعدت تعيط، وفجأة الأب أخدها في حضنه بالرغم من أنه هو حاسس أنه ما يستحقش الحضن ده أو مش عارف شعورها إيه وأن هي تقبل ولا ترفض، لكن حضنها بالفطرة. وبعد شوية مفيش أصلا كام يوم بعد ما راحوا على البيت والست توفاها الله وعمل لها دفنة تليق بيها، واتدفنت وكرمها زي ما أكرمت بنته في حياتها هو أكرمها في مماتها. وهنا قال لها انت تحب تعيشي معايا على طول؟ قالت له انا ما عنديش اختيار تاني، انت ابويا ولازم اعيش معاك، بس على شرط ان انا هعيش باسمي اللي اتربيت بيه، مش هغير اسمي ولا غير شخصيتي.
انا زي ما انا وزي ما اتربيت. قال لها انت بنتي تحت اي ظرف من الظروف، اسمك فلان اسمك علان، انت بنتي، واضح انك اتربيتي تربية كويسة جدا. وطبعا انا زي ما يكون ربنا بعتك ليا في سنيني انا كمان الاخيرة عشان الحق اشوفك وافرح بيكي واحس ان الذنب اتشال من عليا شوية. انا عشت عمري كله بدور عليكي وانا ندمان. امك حتى ماتت من كتر الزعل، ماتت بعد سنتين من فقدان الامل، وربنا بعتني دلوقتي عشان اعوضك عن كل حاجة فاتت. وطبعا البنت سامحته ورجعوا عاشوا مع بعض اب وبنته، ونسيوا كل حاجة حزينة وعاشوا مع بعض في حب وسلام. ودي كانت حكاية النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. وكل سنة وانتم طيبين، وكل الأمة الإسلامية وكل العالم كله طيب وبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقبل الله منكم صالح الأعمال والدعاء، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الناس أجمعين.